ما أدعو إليه إخواني، ما أدعو إليه أعضاء الحزب، متعاطفيه الذي يعرفنا، الذين كنا نتواصل معهم، يعلمون أننا هدفنا هو المصلحة. عندما كنت كاتبا إقليميا كنت ماشي في مصالح المواطن، دفعت مقابل موقف السياسي ومن أجل مصلحتي منصبا سياسيا ومصالح. أقول لهؤلاء نحن اختيارنا اليوم، اختياري اليوم الذي أدعو إليه هو دعم مرشح الحركة الشعبية محمد لمين ديد. هذا الدعم لم يأتي من فراغ، كما قال الشاعر: دع ذا وعد القول في هرم خير البداة والسيد الحضري تالله قد علمت سارة بني ذبيان عام الحبس والإصر النعم معترك الجياع إذا خب السبير والسابئ الخمر ولنعم حشو الدرعية إذا دعيت نزال ولج في الذعر حامي الذمار على محافظة الجلة أمين مغيب الصدر. احنا نعرف اليوم الإخوان عن الحركة الشعبية التي تقود المجلس البلدي، وأنا أعطي المثل الإخوان بتركيا. السيد رئيس الدولة، رئيس جمهورية تركيا، ورئيس الوزراء قبل ذلك، ورئيس مجلس بلدية اسطنبول قبل ذلك، السيد المحبوب طيب رجب أردوغان، عرف واشتهر بعمل جليل. شنو هذا العمل؟ هذا عمل قام به، هو كان في جبل من القمامة يؤذي الناس في مدينة اسطنبول، ووعدهم خلال السنوات الخمسة بالقضاء وبتحويله إلى حدائق، ونجح. كانت هذا السبب عنه المرة الثانية من ترشح للبرلمان صوتت عليه الناس، لأنه أنجز لها في الميدان الواقعي شيئا ملموس. احنا في مدينة الداخلة كذلك كان عندنا جبل كان يؤذي أهل المدينة ويؤذي الساكنة، كان مشوه لصورة المدينة. استطاع المجلس البلدي على رأسه السيد صلوح الجماني أنه يغير، ويجب هنا أن نعترف لأهل الفضل بفضلهم. هذا التغيير اللي يقع في المدن الأخرى وقع عن طريق التدبير المفوض، هون وقع عن طريق موارد ذاتية للمجلس البلدي، وهو نجاح غير مسبوق في المدن المغربية، نجاح غير مسبوق عن موارد ذاتية للمجلس البلدي وليس عن طريق التدبير المفوض، وهذا فعلا نجاح. تدعيم هذا العمل الواقع، تدعيم هذا إن شاء الله ندور يمتد كذلك للصحة، لأن أنتم تعرفوا عن النائب البرلماني يقوم بدورين أساسيين: دور التشريع على المستوى المركزي، ودور دعم الجهة التي ينتمي لها عن طريق تبني مصالحها في الصحة وفي التعليم، يدافع باش تنزاد ميزانية الصحة، يدافع باش تنزاد ميزانية التعليم، يدافع باش تكون تشغيل جهوي مثلا، يدافع على قضايا الصيد، يدافع على قضايا كذا وكذا. هذه المسائل إن شاء الله نريد أن نرى عن الأخ محمد لمين سيكون أفضل فيها، وعنه هو الآن أفضل من موجود، وأن نعطوهم الفرصة إن شاء الله باش نصوت بقوة على مرشحي الحركة الشعبية. كذلك في هذا الإطار احنا اليوم من المجلس البلدي الماضي في تحالف، هدف هذا التحالف هو الإصلاح بشكل عام. هذا التحالف يقدم ويسعى لمد يد العون، يسعى للإصلاح، وفي نفس الوقت نتذكر مسألة في نفس الوقت. هذه الأخت المقدمة والأخ المقدم أذكر بها الإخوان اللي متعاطفين مع الحزب أبناء الحركة الإسلامية، أقول لهم: هؤلاء لم يدعموا يوما من الأيام أي عمل إسلامي اجتماعي وغيره، لم يدعموه لا ماديا ولا معنويا، لم يدعموا أي عمل لفائدتكم يوما من الأيام، لا ماديا ولا معنويا، فكيف تصوتون اليوم عليه؟ أعطوا الصوت اليوم لمن يستحقه. الصوت أمانة، الصوت
الشهادة. ولهذا أجدد وأؤكد على الدعم القوي إن شاء الله للائحة الحركة الشعبية وكيلا ونائبا إن شاء الله، وقاعد يجيبوا إن شاء الله نسبة تفوق باش يطلعوا الاثنين، والله الموفق، والله من وراء القصد. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.